نشكر رب جدا من أجل التأملات الرائعة اللي رب قاد إخواتي في هذا الصباح. دلوقتي بقول لكم كل عام وانتم بخير. المسيح قام. بعد الألم في إيش؟ في قيامة، في أفراح سماوية. في ليلة العشاء الأخير في كورنثوس الأولى بيتكلم عن هذا الأمر. إذن أي من أكل هذا الخبز، اللي بيأكل من هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق بقف عند الحتة دي. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه، غير مميز جسد الرب. لكن في عقاب لهذا الشخص في عدد 30: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. مرة تاني: من أجل ذلك، من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. خلينا نحني رؤوسنا، نمتحن أنفسنا قدام الرب. هذا وقت امتحان، ده وقت إن احنا نشرب وناكل من جسد الرب. يا رب في اسم الرب يسوع. يا رب اديني يا رب أن أمتحن يا رب نفسي قبل أن أتقدم إلى هذه المائدة التي يا رب أنت قدمتها يا رب لينا. أعطينا ألا نستهين بهذه المائدة يا رب أبدا، بل يا رب نتذكر يا رب موتك على الصليب يا رب، لأنه مكتوب اصنعوا هذا لذكري. نتذكر موتك ونتذكر يا رب ألامك. هذا الجسد الذي يا رب تألم يا رب من أجلي أنا. شكرا يا رب، شكرا. أعطتني يا رب الحرية يا رب. سامحني على كل يا رب تذمر. نعم. سامحني يا رب على كل يا رب شكاية. سامحني يا رب على كل يا رب مسبة وحلفان واستهزاء يا رب بمائدتك وبكنيستك. بل أعطيني يا رب دايما أن أكون يا رب في رضاك يا رب، كما الأب يرضى عن ابنه هكذا يا رب نحن. أعطينا يا رب أن احنا نكون يا رب راضيين يا رب عندك يا رب. من فضلك سامحني يا رب على كل يا رب ضعف يا رب فيا. أرجوك يا رب يا رب أتقدم يا رب أمامك وبقول لك يا رب أنا عايزك أنت يا رب لتعمل يا رب فيا وفي قلبي وفي حياتي، بكفي يا رب حياة الاستهزاء وحياة رب الرخاوة، حياة رب الماضي، حياة رب العبودية. إذا إبليس يا رب مسيطر يا رب عليا يا رب، في اسم الرب يسوع، عشان خاطر دمك يا رب، خاطر يا رب صليبك يا رب العظيم، تفك يا رب كل ربط أي نفس يا رب مقيدة في اسم الرب يسوع المسيح. نعلن حرية مجد أولاد الله في اسم الرب يسوع المسيح. خلينا نقف كلنا نتقدم لمائدة الرب. في اسم يسوع. ده وقت امتحان نحن نمتحن فيه أنفسنا.
نفوسنا قدام الرب قبل ما نتقدم. إذا أنت في نفس زعلان منها أو متضايق أو عمال كتير متألم منها. امبارح كان في غسل الأرجل، في ناس عملت شيء حلو جدا، في ناس أطلقت نفسها، أطلقت نفسها للغفران. اوعى تبات وانت متضايق او زعلان او متألم او مش غافر لحد. اوعى تتقدم وتصلي او تعمل اي شيء الا ان تسامح اخوك او اختك او مراتك. احنا هنتقدم امام هذه المائدة العظيمة التي فيها رب المجد قدم نفسه من أجلنا نحن. أخمونس يا ريت نحتفظ بالكأس والخبز حتى ما ناكل كلنا مع بعض ونشرب مع بعض. من أجلك سرت ذا الطريق، من أجلك الجلجثة ثبت وجهي نحو الصليب، وذا لأني أحببتك. من أجلك سرت ذا الطريق، من أجلك للجلجثة ثبت وجهي نحو الصليب، وذا لأني أحببتك. صرت في عيني عزيزا مكرما، وسترتك. صرت بالدم الثمين مبررا، واخترتك. كنت في جب الهلاك ورفعتك، وشفيتك من كل مرض وداء أبرأتك. إكليل شوك عار وموت كان اختياري، درب الصليب ما أروع المشهد الرهيب، حيث التقى عند الصليب عدل ورحمة، حب عجيب، عمل إلهي فاق الحدود. ما أروع المشهد الرهيب، حيث التقى عند الصليب، عند الصليب عدل ورحمة، عدل ورحمة، حب عجيب، عمل إلهي فاق الحدود. أحببتك، صرت في عيني عزيزا مكرما، وسترتك. صرت بالدم الثمين مبررا، أحييتك. كنت في جب الهلاك
ورفعتك وشفيتك من كل مرض وداء أبرأتك. إكليل شوك عار وموت كان اختياري. درب الصليب درب الصليب درب الصليب. امسك الخبز، ارفع ايدك لفوق. باسم يسوع، باسم يسوع. هذا الجسد الذي قدم على عود الصليب. شكرا. إذا شفنا المشهد يمكن آلام، لكن هذا ولا شيء باللي صار حقيقة. نعم. لكن أحسن شيء وأعظم شيء أشكرك إنه صعد على عود الصليب بنفسه. مش الأعداء اللي هم اللي حطوه على الصليب، ولكن ليتم المكتوب. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ناكل خبز مع بعض. شكرا يا رب. وأخذ الكاس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. نشرب كلنا مع بعض.